يا ابو عبد الله، ابويا كل سنة يخدم زوارك، بس هاي السنة ما عنده، سهلها يا علي. ها بابا ريحانه، ما شفتي لنا زوار؟ لازم اليوم يشوفون زوار نجي نخدمهم ببيتهم. حيدر ترى تعبت، ورانا طريق هواي مشي، خلينا نبات بهذا البيت وباكر نكمل مشي ان شاء الله. احمد عد طريقنا طويل، بس احنا كل سنه متعودين نبات يم هذا علاو مارتن وما بقى شيء. امشي اخوي امشي، ما بقى شيء نبات يمي. يلا اخوي احمد هذا علاوي. السلام عليكم. علاوي الله يساعدك. شلونك؟ علاوي عرفتنا؟ لا شلون ما اعرفك؟ انت مو حيدر كل سنه تجي تبات يمي؟ اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. بابا قوموا بواجب الزوار، تفضلوا هلا بيكم. قل لك حيدر، هذا الولد في بيته تعبان وخاف ما عنده ونزاحمه. احمد انت ما عليك بالمظهر، انا كل سنه متعود عليهم. تعال طب شوف شو راح يقومون لنا بالواجب. تعال طب. يا ابو عبد الله، ذول الزوار كل سنه متعودين يجون يمي واقيم منهم بالواجب، وهاي السنه ما عندي، سهلها علي يا ابو عبد الله. بابا شو جاي تحكي عن نفسك؟ ها شك. بابا هذول الزوار هسه ناموا، من يقعدون لازم نسوي لهم عشاء، وانا ربع ما بجيبي، الحل شنو هو هسه؟ بابا غرفتك مالك شاب، خلينا نبيعها للنجار ونقيم منهم بالواجب. اي بابا هذا خوش حل، ترحين للنجار علوش، قولي له يقول بابا الغرفه مال الاخشاب ليش ما كان خليه يجي ياخذها. يلا روح بابا. السلام عليكم، وداني بابا يقول خليه يجي يشتري غرفة مال اخشاب. وعليكم السلام عم ريحانه، ابوش ليش يريد يبيع الغرفه؟ بس لا محتاجين شيء. جانا زوار وابويا يستحي من عندهم ويريد يقيم لهم بالواجب. يعني ابوك يريد يبيع غراضه على مود الزوار؟ ها عم ريحانه، يعني ابوش يريد يبيع الغرفه على مود الزوار؟ ايش قد مخلص الامام الحسين. يلا امشي لنا عمو واشتريها من يوم. حلاوي لك حلاوي، وانت جاي تسوي صدق تبيع الغرفه مال الاخشاب مالتك؟ ما حيدر يا غرفه مال الاخشاب، لا ما جاي ابيع اي شيء، انت ايش دراك؟ حلاوي جاني الامام الحسين بالمنام يقول لي الحق الخادم راح يبيع غرفه الاخشاب. اخوي انا كل سنه اتبرع للمواكب، وهاي السنه اريد اتبرعهن له. شنو حيدر؟ يعني هاي الفلوس لي؟ صدق لو قالوا ابو عبد الله ما يترك خدامه،